السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني وجودكم على راسي من فوق. طبعا شكل السجاد في بداية الفيديو كده يخض. أيوة، أنا هغسل السجاد معاكم. تعالوا بس أقول لكم ايه اللي حصل وهغسله ليه وايه اللي هعمله وايه اللي في دماغي. بصوا بقى، انا دلوقتي هنا كانت الغسالة الاوتوماتيك، انا بشاور لكم ان هي حصل فيها عطل والراجل اخدها. من يوم ما اتجوزت الغسالة الاوتوماتيك بصراحة عمرها ما اتشالت من الشقة خالص. فانا استغليت المساحة وقلت ان انا هغسل المشايات والدواسات في الحمام. لا، حسيت انه واسع وكده، فقلت ايه، انا محتاجة السجاد بصراحة بتاع اللي هي الاوض اللي هو المشايات والدواسات. انما السجاد الكبير بصراحة انا عاملة مفاجأة حلوة قوي في الفيديو لا مش الفيديو، لا فيديو الفرش ان شاء الله. آه، انا يعني هبدأ اجدد شوية حاجات كده في الشقة، وان شاء الله ان شاء الله الشقة ارجعها تاني شقة عروسة. انا الحمد لله محافظة على عفشي ومحافظة على حاجتي، ودايما بايدي في حاجتي فمخليها نظيفة وجميلة. وانتي تحافظي على الحاجة تلاقيها بصراحة. بصوا هنا حتى السجاد يعني، السجاد دوت انا من العيد اللي فات الصغير وانا ما غسلتوش. يعني أنا بغسل السجاد مرة واحدة في السنة، في حاجات كده بعملها مرة واحدة في السنة بس. من ضمنهم السجاد. بصوا، الله اكبر، يعني الرغاوي طالعه بيضه ازاي، الميه كانت نظيفه جدا، مفيش اي تراب حتى في الميه. بصوا نظيفه خالص. فانا عملته. وبنتي كانت معايا بتغسل الدواسات على قدها كده، هي عايزة تساعدني يعني. ومسكت الستار زي ما انتوا شفتوا كده برضو نقعتها. وهنا ابتديت ان انا اشيل الستيكر اللي على الرخامة دوت بقى. خلاص كده والله كتر خيره، انا فرشاه يا جماعة بقالي 3 سنين على الرخامة، برضو محافظة عليه جامد. وابتدى بس ان في حاجات تتقطع فيه، فقلت له لا كده انت كفاية عليك بصراحة، كتر الف خيرك. والستيكر ده طلع تحفة بجد بجد، يعني ما غلبنيش في الشيل خالص، وبيتشال بمنتهى السهولة جدا جدا. فهو بصراحة من الحاجات اللي عجبتني. وانا الحمد لله كان عندي لسه بكرة، كان جوزي جايب لي بكرتين رولين يعني، فانا ما كنتش استخدمتهم لسه، ففي واحدة هستخدمها ان شاء الله في العيد دوت، هو نفس اللون ونفس الشكل. هنا بقى جيت مليت طبق كبير كده مية، وابتديت اسمي الله واقول بسم الله، وهبتدي ان انا اطلع الحاجات من النيش عشان اغسل النيش. برضو النيش دوت من الحاجات اللي انا بعملها برضو مرة واحدة في السنة، برضو في العيد. يعني انا ما بفتحوش خالص، ما بجيش يمته في الغسيل غير في العيد بس. يعني السجاد مرة واحدة في السنة، النيش مرة واحدة في السنة بس. عشان خاطر برضو كتر اللي انتي بتلعبي فيه كتير ممكن يكسر منك حاجات كده، فايه، لا هو مرة واحدة كفاية. وطالما انتي اصلا بتلمعي على طول وبتنضفي على طول وبتشفطي التراب وكده، خلاص يعني الدنيا بتنيها معاكي حلوة. مفيش غير بس ترابة اللي هي الخفيفة قوي دي، هي دي اللي بتطفي بقى الحاجة بتاعته، فبتبقي محتاجة بقى انك ايه، تغسليه تلمعيه. بصوا هي ديت الترابة اللي هي بصراحة بتضايق يعني. فانا فضيته كله بالشكل دوت، وابتديت ان انا اغسل فيه. فبصراحة انا ما عملتوش معاكم لان انا عملته قبل كده معاكم كذا مرة يعني. وهنا المفارش قبل ما ابتدي ان انا اغسل، هي طبعا خفيفة جدا، فرحت غسلها على ايدي ورحت منشراها. عقبال ما غسلت وخلصت كان المفارش نشفت، وابتديت ان انا اخد الحاجة ارصها. بصوا هنا الاضاءة كانت قوية جدا، ف ما كنتش عارفة ان انا اصور كويس، فهنيجي دلوقتي نطفي النور. بصوا الاضاءة هنا كده ظبطت والحاجة بانت. احنا كنا مكفين مواعين بالشكل دوت، او الكوبايات والكاسات، طقم الصيني، طقم الميلامي، طقم الاوكروبال، طقم الفايركس، المجات، الحاجات اللي هي بتاعه طقم الشربات، مش عارف، كل الحاجات اللي هي بتاعه النيش اتغسلت واتحطت بالشكل ده. انا كنت قاعده هنا بغسل، وبنتي بتاخد من ورايا تشطف على الحوض. بحاول ان انا اعودها انها تبقى ايديها بايدي يعني تساعدني. أه يعني هي مش صغيره برضو يعني، وهي مش كبيره يعني، هي عندها 12 سنه. فحلوه قوي ان هي تبدا ان هي ايه ايدها بايده يعني. وبرضو لما جيت ارص ابتديت ان انا اديها طبق كده في ايديها صغير، تاخد لي من المطبخ وتيجي تناولني، ابتدي ان انا ارص بالشكل دوت.
وخلصت رصه ورجع تاني بيلمع وجديد وجميل، ومفيش التراب بقى ولا في ان مثلا لونه مطفي في حاجة كده، لا خالص، جميل اهوت وحلو جدا. يلا قومي بقى تنشطي لو لسه ما عملتيش حاجة. لسه قدامنا هوت كام يوم، ابدأي اعملي فيهم اي حاجة. انا مش عايزاكي انك تلخمي نفسك وانك تكركبي كل حاجة على نفسك. يعني انا من نص من يوم 13 تقريبا ابتديت ان انا اعمل في البسكوت والكحك. ليه؟ مش عايزة اضغط نفسي. وابتديت بقى ان انا ابتدي خلصت الحلويات بتاعة العيد، ابتديت ان انا دلوقتي ابتدي بقى ايه، اعمل في الحاجات اللي هي بتاعت بقى ترويقة العيد بقى والشقة وكده. طبعا انا هنا كنت خلعت الخداديات دي قبل كده، غسلتها معاكم. هقلع برضو الكفرات اللي هي بتاعت الشلت، برضو هغسلها. دي اول مرة هغسل الكفرات بصراحة فيها. فانا بقول لكم انا عايزة الشقة كل حاجة كل حاجة. يعني انتوا متعودين معايا ان انا لما باجي اعمل روتين، بيبقى مثلا دخلة صيف دخلة شتاء عيد مش عارف ايه، احب ان انا، بص ببقى نفسي ان انا انزل الحيطان نفسها اغسلها، كل حاجه احب انها تبقى نظيفه وبتلمع معلهاش ترابه كده. بصوا كل حاجه بحب اغسلها، الورد والدباديب والبراويز بمسكها اغسلها وانضفها، او يعني بصوا مفيش، والمفارش والفرش كله كله، احب ان كل حاجه كده تبقى جميله وجديده ونظيفه. فانا في شويه تجديدات كده هعملهم زي ما انا قلت لكم. فانا محتاجه برضو ومتشجعه بقى ومتحفزه ان كل حاجه ترجع جديده والشقه ترجع تاني شقه عروسه. طبعا بصي، طول ما ايدك في شقتك، شقتك هتبقى شقه عروسه دايما. عفشك مش هيتبهدل، حاجتك هتنيها جديده زي ما هي. زي ما قلت لكم، يعني انا بقالي سنه ما غسلتش السجاد، والله اكبر شفتوا شكله عامل ازاي. بصوا هنا بقى السفنج خضني، شفتوا السفنج اصلا اللون ده اللي هو الازرق او مش عارفه ايه لون، كان موف مش فاهمه له لون يعني. آم، هو ده اللون الاساسي بتاعه. بصوا بقى لما انا جيت اشيل الكفر، انا اتصدمت. طب ايه اللي وصل اللون ده للون ده؟ فالمهم عرفت لما انا جيت بقى افك الركنه البني. بس انا كنت بص متعصبة جدا ومتضايقة، وببص المنظر الكفر الاسفنج صعب وشكله بصراحة مقزز. ايه المنظر ده؟ هو المفروض ان الراجل كان عمل لي كسوة بيضة زي الكسوة بتاعت المخدات دي، للسفنج بتاع الركنة، بس هو ما عملش. حتى هو ما كانش عايز يعمل لي للمخدات، وكان عايز يحشيها فايبر. قلت له لا انا مش هغلط غلطة الانتريه، لان الانتريه عندي الخداديات من غير سوست، وببقى متضايقة وعايزة اغسلها ودايما بنضفها كده من على الناشف. فانا قلت له لا، اعمل لي القماش دوت وحط لي فيه الفايبر واعمل لي السوست للمخدات، وشوف حسابك ايه وخده، هو ده طلبي، انا عايزة كده. فبصراحة عمل، بس ما عملش بقى تحت يعني انا ما جاش في دماغي، وقلت هو هيعملها من نفسه. بصراحة انا جيت فتحت سوستة اول يعني ما جت الركنة وشفتها، انا لقيت السفنج اتخضيت بصراحة، بس هو عشان كان لونه حلو وعجبني فسكت. بس انا زعلت قوي بقى لما جيت شلت السفنج ولقيته بالمنظر ده. طب ايه بقى اللي وصل السفنج بالشكل ده؟ السفنج حامي، وانا عندي القماش ده اسمه جلد مقلوب. آم، فهو من جوه بيبقى عامل زي الفايبر كده، يعني تحسي ان هو من جواه زي يعني من بره قطيفة، ومن جوه عامل زي ما يكون فيه فايبر كده. فانا لما جيت هنا اشيل، ف ظهر هنا اكتر، لان الركن البني احنا بنقعد فيها اكتر بكتير. بصوا مكان ما احنا كنا بنبقى قاعدين، السفنج حامي، بياكل في اللي هو الخامة اللي هي عاملة زي الفايبر اللي جوه دي، فبيعمل وبر. فهو عشان كده لامم وبر ومخلي اللون بتاعه بالمنظر ده. فمش مشكلة بقى، انا يعني لو اني قرفانة من منظره ومن شكله وبس، مش هعرف اعمل معاه اي حاجة بصراحة. فانا كده كده يعني حطيت الحاجات دي تتغسل.
وهبقى نشرها وهتتلبس يعني، وهيتدارى المنظر، مش مشكلة يعني. هو كده كده ده منظر داخلي وانا ماليش ذنب فيه بصراحة يعني، ولا بقع مني ولا اي حاجة والله. اديكوا شايفين انا مقلعة اصلا الركنة شكلها عامل ازاي، كل حاجة نظيفة وحلوة، ما فيهاش ولا بقع ولا فيها الحمد لله حاجة. هنا الانتريه بتاعي برضو الحمد لله برضو، ولا مبقع ولا حاجة، بس التراب اللي هو اللي بيبقى الخفيف ده، هو ده اللي بحس ان هو ما بيدلوش البهجة بتاعته تاني. فانا بحب ان انا آم، امسحه وانضفه واغسله، عشان انا برضو بعمله ممكن مرة او مرتين في السنة. برضو دايما ايدي فيه، ودايما انفضه، دايما اشفطه دايما. في شباك كده اللي هو بتاع المدخل بتاعنا دوت بيدخل كمية تراب رهيبة جدا. فانا دايما برضو بحاول على قد ما اقدر ان انا اقفل الشباك ده عشان ما يتطربش الانتريه. الخلطة دي بقى حلوة قوي وريحتها حلوة قوي قوي قوي. عبارة عن ايه؟ عبارة عن كلوركس الوان، و آم، اللهم صل على النبي، كلوركس الوان وخل و ودوني ومعطر بريحة الخوخ. حطي بقى انت المعطر اللي انت ترتاحي له، وكمان مية سخنة، لازم تبقى المية سخنة. بجيب فوطة كده بالشكل ده، وبجيب الغطا بتاع الحلة وبلفه كده على الفوطة، وببتدي ان انا ادعك بيه جامد الحتة اللي انا عايزة انضفها في الانتريه. لو انت عندك بقعة عندك حاجة برضو هتنضفها لك. بس انا الحمد لله الهدف من التنظيف ان هو عشان متطرب، بس مش عشان خاطر هو في بقعة ولا حاجة. زي ما انا قلت لكم الحمد لله انا بحافظ على حاجتي دايما، ايدي في الحاجة. آم، انا بحب الترتيب وبحب النظام. نفسي بنتي قوي قوي انها تطلع زيي، انا طالعه لمامتي، مامتي كده. فانا لقطت منها النظافه، ولقطت منها هي كانت بتعمل ايه واحنا صغيرين بشوفها، فانا لقطت من ماما. نفسي بنتي تبقى برضو تلقط مني. بصوا هي دي طريقه التنظيف اللي انا بنضفها في الخدديات بالشكل ده، لان هنا مفيش سوسته. والله انا بفكر ان انا ابقى اودي المخدات دي لحد يطلع لي الفايبر اللي فيها ويعمل لي ليها كسوة، ويعمل لي للخارجي ده سوستة. مش عارفة هتنفع ولا لا. المهم قبل بقى ما نعمل الأوضة، كنت طبعا زعفت الأوضة ومسكت الشباك اللي هو دوت اللي انا بقول لكم عليه بتاع المدخل ده، بيدخل تراب بطريقة صعبة. مسكته نضفته وزعفته ومسحته وخليته زي الفل. هو معمول عليه سيراميك كده من بره، مسكت السيراميك برضو لمعته وخليته زي الفل. وبالشكل ده بصوا بقى، هنا في المنطقة دي بالذات تحت الكرسي ده كان بيبقى فيه تراب بطريقة غبية، لأنه تحت الشباك على طول. ف بصوا بقى البرواز ده، وانا بعمل بمسح تحت في الكنبة، راح واقع. بس الحمد لله كنت انا بعدت عنه شوية يعني، لسه متاخرة كده لقيته دب. يعني أنا لو كنت تحت منه كان زمانه عورني او كان عمل فيه حاجة. بس الحمد لله يعني، هو ربنا الحمد لله حارس. وربنا بصوا يا جماعة، في حاجة انا سمعتها عجبتني قوي قوي، ان مهما الست تعمل في بيتها ده المجهود ده ما بيروحش على الفاضي. بيقولك ربنا بينظر للست اللي بتروق وبتنظف في بيتها. يعني عارفه يعني ايه كده لما ربنا يبقى بيبصلك وانت بتعملي الحاجات دي؟ يعني ربنا فرحان بيكي طبعا، وبالنظافه اللي انت بتعمليها مجهودك ما بيروحش خالص. انا من ساعه ما سمعت الحته دي وانا مبسوطه جدا جدا وفرحانه. بص بقى، مسكت الترابيزات كلها لمعتها بالشكل دوت، خليتها تحفة بصراحة. يعني انا مسكت كل حاجة في الأوضة، لان الأوضة دي هي الأوضة دي بقى اللي انا هدخل فيها كل حاجة. كل حاجة غسلتها، من ستاير لسجاد ل... ل- بص كل اللي انا غسلته وهغسله كله هيتحط هنا. وهبتدي ان انا اخد بقى وقت الفرش حاجة حاجة من الأوضة ديت، وهوريكم مفاجأة. بس استنوني في الفيديوهات الجاية. مع السلامة.